توقعاتي لنتيجة مباراة النادي الأهلي والداخلية وأيضا التشكيل المتوقع. كمان هقول لكم على ترتيب النادي الأهلي والداخلية في الدوري المصري قبل المباراة، وكمان هقول لكم على نتائج مباريات أمس. بس قبل ما أبدأ معاكم في الفيديو هرجع بس للفيديو اللي فات أو الحلقة اللي فاتت، وهاخد منها جزء صغير بس، والجزء ده بيلخص توقعاتي لنتيجة مباراة النادي الأهلي والاتحاد السكندري اللي هي اتلعبت، اللي أنا قلت فيها توقعاتي كانت فيها اللي النادي الأهلي هيفوز وكهربا هيسجل، وبالفعل النادي الأهلي يفوز على الاتحاد السكندري 1-0 وكهربا هو اللي سجل. ودلوقتي هنشوف الفيديو كلنا مع بعض، وأنا كمان هشاهد معاكم الفيديو. يلا بينا نشاهد الفيديو. توقعاتي بقى لنتيجة المباراة، أنا توقعاتي إن النادي الأهلي هيكسب يا إما 2-0 يا إما 2-0 للنادي الأهلي، يا إما 3-1 للنادي الأهلي وكهربا هيسجل. أنا بتوقع إن كهربا هيسجل، وخليكم فاكرين التوقعات ديت لأن أنا هفكركم فيها في الفيديو اللي جاي. وزي ما توقعت كهربا هو اللي سجل، بس انا قلت في توقعاتي ايضا ان النادي الاهلي هيكسب بنتيجة كبيرة يا اما 2-0 يا اما 3-1، والنادي الاهلي فاز 1-0 بس انا نسيت ان الكابتن طارق العشري هو اللي بيدرب الاتحاد السكندري. الكابتن انا لو كنت اعرف ان الكابتن طارق العشري هو اللي بيدرب الاتحاد السكندري انا كنت توقعت النتيجة صح، لان الكابتن طارق العشري اي فريق بيمسكه، مش الاتحاد السكندري بس، اي فرقه بيمسكها وبيلعب ضد النادي الاهلي بينزل يدافع، بس ما عندوش حاجه غير الدفاع، لانه لو تعادل مع النادي الاهلي واخد نقطه من النادي الاهلي هو اللي كسبان، فهو طبعا بينزل يدافع، ما عندوش حاجه غير الدفاع بس. فطبعا يعني الحمد لله في الاول وفي الاخر النادي الاهلي هو اللي فاز. عشان خاطر ما اطولش عليكم هنخش بقى على طول في حلقتنا النهارده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما ابدا معاكم الفيديو ما تنسونوش باللايك فضلا وليس امرا، واللي مش مشترك في القناة يشترك وفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد. ملعب احمد الكوتش، ويلا بينا اول حاجة نخش عليها التشكيل المتوقع، وبعد التشكيل هقول لكم على النتيجة المتوقعة. في حراسة المرمى محمد الشناوي، 2 في الدفاع، ناحية الشمال محمد عبد المنعم، وناحية اليمين رامي ربيعة، وممكن نشوف ياسر ابراهيم عشان خاطر ماتش الزمالك. وينج يمين محمد هاني، وينج شمال كريم فؤاد. 3 في خط الوسط أكرم توفيق، مروان عطية، وإمام عاشور صانع ألعاب. 3 في الهجوم حسين الشحات ناحية اليمين، وممكن نشوف رضا سليم في الشوط الثاني، وأحمد عبد القادر ناحية الشمال، وكهربا في الهجوم. وديت يعني أنا شايف إن هي التشكيلة الأمثل للنادي الأهلي، وإن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي يكسب إن شاء الله. نخش بقى على النتيجة المتوقعة. يعني أنا بتوقع لو النادي الأهلي سجل هدف في الشوط الأول، أنا بتوقع إن النادي الأهلي يفوز بالمباراة 2 أو 3. لكن لو الشوط الأول خلص بالتعادل أنا شايف برضو النادي الأهلي إن شاء الله هيفوز، بس هيكون فوز صعب في الشوط التاني. دي توقعاتي، وطبعا يعني كل التوفيق للنادي الأهلي. دي طبعا بالنسبة لتشكيل النادي الأهلي والنتيجة المتوقعة. نخش بقى على ترتيب النادي الأهلي وترتيب النادي الداخلية في الدوري قبل المباراة. النادي الأهلي في المركز الثالث ولعب 17 مباراة ومعاه 39 نقطة، والنادي الأهلي فاضله 7 مباريات مؤجلة بعد بيراميدز لعب 24 مباراة والنادي الأهلي لعب 17 مباراة. بيراميدز عنده 59 نقطة والنادي الأهلي عنده 39 نقطة، والنادي الأهلي متأجله 7 ماتشات. لو النادي الأهلي فاز بالسبع ماتشات كلهم 3 في 7 ب21 نقطة، النادي الأهلي يوصل للنقطة 60 ويعدي بيراميدز بنقطة واحدة، ده في حال لو النادي الأهلي فاز بالسبع مباريات. إن شاء الله النادي الأهلي يعني بإذن الله يعملها باذن الله. والنادي الاهلي يعني ده طبعا المركز الثالث يعني لا يليق بالنادي الاهلي خالص. باذن الله لما النادي الاهلي يلعب جميع ماتشاته ويفوز بها كلها ان شاء الله باذن الله تكون الصداره للنادي الاهلي المارد الاحمر. نروح بقى للداخليه وترتيبهم في الدوري. نادي الداخليه في المركز ال18 والاخير ومعاه 15 نقطة ولعب 25 مباراة، لعب مباراته كلها. طبعا نادي الداخلية طبعا يعني في موقف في الدوري يعني محرج جدا، يعني طبعا كل التوفيق طبعا لنادي الداخلية في المباريات المقبلة طبعا، يعني بعد مباراة النادي الأهلي طبعا أكيد. يعني آخر حاجة بقى معانا نتائج مباريات أمس، يعني مش الجمعة، النهاردة المباريات اللي هي يوم الأربع
كان فيه مباراتين في الدوري المصري. بيراميدز كان بيلعب مع بلدية المحلة، وبيراميدز فاز بنتيجة 2-0. كده بيراميدز بعد هذا الفوز وصل رصيده إلى 59 نقطة في المركز الأول، ولعب 24 مباراة. أما نادي بلدية المحلة يبقى رصيده عند النقطة 22 في المركز ال16، ولعب 25 مباراة. يعني أنا بتمنى إن بلدية المحلة تشد حيلها شوية عشان خاطر السنة الجاية بإذن الله نشوف ديربي المحلة، غزل المحلة وبلدية المحلة إن شاء الله. نروح بقى للمباراة التانية، سيراميكا كليوباترا وفيوتشر. وقدر فيوتشر ان هو يفوز على سيراميكا بنتيجة 1-0. كده سيراميكا بعد هذه الخسارة يبقى رصيده عند نقطة 34 في المركز التاسع، ولعب 25 مباراة. أما نادي فيوتشر بعد هذا الفوز ارتفع رصيده إلى 38 نقطة في المركز الخامس، ولعب 25 مباراة أيضا. وبكده اكون خلصت معاكم نهاية فيديو النهارده. اتمنى من اي حد شاهد الفيديو لحد دلوقتي يا ريت ما يبخلش عليا باللايك. اللايك فضلا وليس امرا، واللي مش مشترك في القناه يشترك وفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد من ملعب احمد الكوتش. والسلام. ختام.